عمرك سألت نفسك ازاي ويفرز الواكر بتتعمل عشان تطلع بالطعم ده؟ تعالى وانا اقول. الواكر اختاروا 7 من الوطن العربي يسافروا ايطاليا عشان نعرف بتتعمل ازاي. عزمونا في رحله لايطاليا في 3 مدن مختلفه عشان نعرف كل تفاصيل الواكر، من البندق للحليب وكل التفاصيل اللي بيتعمل منها. فتعالى اوريكم التجربه كامله. فمن مدينه توسكاني اللي فيها مزارع البندق، عايز اقول لكم ان البندق بيتزرع لمده 5 سنين عشان نوصل لاجود انواع البندق اللي بيستخدموه في ويفرز الواكر. وخلونا نقطف البندق بنفسنا. بعد كده بيعدي على بروسس طويله قوي، بيتغسل كويس ويتنشف ويتحمص، خطوات كتيره قوي عشان في الاخر تدوق طعم ناتشورال هيزلنات. ومن توسكاني البولزانو، وهي دي الاوريجين بتاعت ويفرز الواكر. عشان نروح لمزرعه البقر اللي فوق الجبل اللي بيجي منها مصدر اللبن وانبهر. البقر بيتعامل مع ماشينز هي اللي بتنظم الاكل بتاعه، وهي اللي بتحلبه وتعقمه، بعد كده تعمل له مساج، بعد كده يطلع يتفرج على الفيو ده كل يوم. ومن المزرعه رحنا المصنع. Benvenuti alla fabbrica Loacker. اكتشفت ان هم بيستخدموا اجود الانواع في العالم، يعني مثلا الكاكاو بيخلطوه من اكوادور وكوتيفوار، والفانيلا بيجيبوها من مدغشقر. غير